النهارده اقدر اقول لكل واحد عنده خشونه درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه بالتكنولوجي والنانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي قدرنا نحول البلازما السائله الى بلازما جيلاتينيه بتساعد جدا 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 في بناء الغضروف، تمنع الاحتكاك، احمي كبدك واحمي معدتك، توقف المسكنات، ما تجريش ورا المفصل والعياذ بالله المريض بيقعد ما بيمشيش. دي بلازما سائله لما ضفنا ليها الفايبرين وحولناها بالنانو تكنولوجي، لما حقناها جوه الركبه بدات تتحول الى بلازما جيلاتينيه. دي التجربه اللي بتحصل جوه ركبتك بالظبط بعد حوالي نص ساعه من الحقن داخل الركبه. مين اللي بقى ممكن يستفاد؟ خشونه درجه اولى، خشونه درجه ثانيه، خشونه درجه رابعه، مفصل الحوض، مفصل الكتف، خشونه ما بين الفقرات العنقيه، الخشونه ما بين الفقرات القطنيه، الشوكه العظميه. جلسه جلستين هتحس بالفرق. سمك جيلاتين جوه ركبتك من جسمك اصبح فيه غضروف من اول وجديد. احنا الوحيدين في مصر كلها مركز قصر الشفا هو اللي بيعمل بلازما جيلاتينيه. البلازما الجيلاتينيه هي الحل الامثل لعلاج اي خشونه في المفاصل.